السحر اللي بيخليك تستغنين عن أغلب منتجات الشعر والبشرة. هذا المنتج خرافي خرافي يعني أتعب 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 وأنا أقول لكم عنه. سبحان الله ما ذكر في السنة النبوية إلا وإن له قيمة جدا عالية. يومكم سعيد يا حلوين. طبعا أنا أراهن إن في أحد يوريكم جميع مراحل السدر، من زراعته، من سقايته، من قطفه من الأشجار، من تنقيته قدامكم، بعدها غسل المكان اللي راح يجف فيه والتجفيف على البارد، بعدها مرحلة تنقية ما بعد التجفيف، وآخر مرحلة اللي هي الطحن. طبعا كل المراحل احنا شغالين عليها بفريق عمل متكامل، يعني من الشجرة إلين يوصلكم. فشوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله كيف جميع المراحل. طبعا هنا ننظف العشة لأنه تجفيفنا على البارد، ولازم ننظفها بعد كل كمية من السدر نجففها، لأنه يطل يعني تيجي أغبرة وتنزل من العشة مثلا أغبرة أشياء، لازم نتأكد إنه النظافة كاملة. يعني السدر مو بس إنه ناخذه من الشجرة ونطحنه، لا، لازم اختيار الشجرة أصلا، لأنه أنواع أشجار السدر كثيرة. وزي ما أنتم شفتوا السدر اللي أنا أجيبه هو السدر البلدي، زي ما انتم شايفين هنا سدر بلدي، يعني اللي يجي أخضر من جهتين، مو إنه بس خلاص سدر من جهة اللي هو الأخضر من جهة ورمادي من جهة ثانية، لأنه هذا يعتبر السدر الصيني، لكن إحنا اللي نشتغل عليه هو السدر البلدي. شوفوا كيف ورق السدر عندنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خضار يفتح النفس. شوفوا كيف اللون. طبعا يمر بعدها بمرحلة الاختبار ونتأكد من جودته ورغبته ومادة الصابونين فيه علشان يوصلكم أجود سدر ممكن تجربونه.